الارقام التي نستخدمها الان، هذا 1 2 3 يعني نسمي 1 2 3، هذا اللي نسميوه اللي نعتبرها هذه الارقام ايضا تم اختراعها في بجايه. اول ما تم اختراعها في بجايه، هذا مهم جدا، الان كل العالم يستخدمها، مخترعه في بجايه واخذها من بجايه ليوناردو في اي وقت القرن العاشر، القرن الحادي عشر، واخذها ليوناردو فيبوناتشي الى ايطاليا في القرن الثالث عشر، ومن اوروبا انتشرت في كل انحاء العالم الان اصبحت تستخدم. وهؤلاء الكتاب هم من اخترعوا هذه الرسوم، كانوا يسمون. الله يمسخك، الله يمسخك، الله يمسخك. وهذه زيد واحد قال لك الارقام التي تستعمل اليوم قال لك راها من بجايه او لا اخترعت في بجايه، مع العلم انه في التاريخ تم اختراعها في المغرب. انا جيتش اليوم باش نعطي تاريخ ديال هاد الارقام، ولكن جيت غير باش ناكد لكم بانهم ناس مشاو بهذيك القضيه ديال الكذب كذب كذب حتى يصدقوك الناس. صدق هو اللي مصدق راسو، بل اكثر من ذلك ولا عندهم واحد المرض نفسي اسمه الكذب. الا ما كذبوش ما يقدروا. اول درجه رئيس سميتو كذبون، ماشي غير كذاب، كذبون. وانتم كتنتظروا الخير من وحدين كيكذبوا على راسهم، على شعبهم، وعاد باغيين يكذبوا على الناس في واحد العصر ديال التكنولوجيا وديال العولمه. اذا متابعينا الكرام، بسم الله وعلى بركه الله، هذه الحلقه غادي نشوفوا فيها الاجانب اللي طغاو على الامن المغربي، وكذلك رده فعل ديال المغاربه اللي البعض ديالهم كيقول بان الامن المغربي ما في يدوش او لا سوق خاوي، والبعض اللي كيأكد بانه كيقوموا بواحد الدور اللي هو مهم. خصوصا هذه الحلقه نهضروا فيها غير مع الاجانب. بطبيعه الحال غادي نشوفوا بعض الفيديوهات او لا فيديو مهم هو اللي انتشر ديال واحد الاجنبيه اللي كانت دارت واحد الملجا ديال الكلاب، وهذاك الملجا سبب الازعاج للسكان. كانت هناك شكايات وجاءت السلطه باش انها تحولها او لا تعطيها انها تحيد من تمايا، لان كاين الضرر العام او جبر الضرر ديال الجيران ديالها. شوف كيفاش تصرفت معهم، وقضيه ديال التصوير ديال الامن ديالنا المغربي والاستفزاز ديالهم والتصوير والتشويه بالسمعه ديالهم، وكذلك التعليقات. ومن بعد غادي نشوفوا ايضا حالات اخرى من هذا النوع. We are here today. There are this guy and all these people here in the driveway. قولناش نديرنا؟ حنا غنخرجوهم صافي غنديهم صافي. علاش؟ How many people? Tell me what I've done wrong. Show me. وريني علاش. لا. كيفاش؟ هو الكلاب ديالك. الناس داروا الشكايه، الناس كلشي الحي داروا الشكايه. ولكن يمكن انت ما كتعرفش مزيان البرنامج ياك. كاين في المغرب ما عرفتش، ما نوريش انا لافوكا ديالك في البرا. لا ماشي في جي با لو دروا. ماشي في برا. لا فين كاين؟ ورينا فين كاين لافوكا، خصنا نعرف سميتو. لا هذا بلا هذا بلا اسمح لي. الشريفه ما تهضرش معايا. كيف ما سمعتوا، فأباحت لنفسها أنها تصور وأعطت راسها الحق. وأكثر من ذلك، تتمة الفيديو، احنا ما قدرناش نديروا الفيديو كامل، كتعرفوا حقوق الملكية وما إلى ذلك، فكانت كتقول لهم بأنهم ما عندكمش الحق، وكتقول حتى للقيد شكون أنت ما عندكش الحق، وهي تصور. وهذا عوض أنها تجلس عادي بحال الناس. شنو المشكل؟ تتابع الاجراءات القانونيه ديالها. واش في بلادها كتقدر دير هادشي هكا؟ واش في بلادها تقدر تهين السلطه ولا الامن ديالهم؟ هذا سؤال يطرح. نشوفوا التعليقات ديال بعض المغاربه شنو قالوا على هاد الحاله الاولى. سياسيين كيقول حتى واحد ما قاري كلمه بالانجليزيه. وهنا كنطرحوا السؤال: هل الامن المغربي مجبر انه يتعامل بلغه غير اللغه ديالو؟ مثلا الا مشيتي لامريكا، هل الامن الامريكي غادي يهضر معاك باللغه العربيه او لا غيهضر معاك بالاسبانيه؟ ما هو غير مجبر. الا مشيتي لاسبانيا، هل تظن ان الامن سيتحدث معك بالعربيه؟ هو غير مجبر. من هو المجبر لتعلم لغه اهل البلد؟ هو الاجنبي، هو السائح. علاش انت كمغربي كتبغي تمشي لفرنسا كتقلب تعلم الفرنسيه باش تهضر معاهم تما باش تسير امورك.
كتمشي، كاين اللي كيمشي لتركيا كيتعلم الانجليزيه او لا يتعلم شويه ديال الكلمات التركيه باش يدوز هذوك الايام ديالو في تركيا. لكن حنايا في المغرب عندنا هذه العقده هذه ديال انه يجي فرنسي نهضروا معاه بالفرنسيه، يجي اجنبي نهضروا معاه بالاجنبيه، يجي خليجي تلقانا كنهضروا معاه بالخليجيه، يجي مصري تهضر معاه بالمصريه. علاش؟ لان حنايا عندنا ديك القضيه ديال حنا خصنا نوصلوا له. لا، علاش هو اللي ما يوصلش لينا؟ انا هذا رايي الشخصي وما عرفتش التعليقات ديالكم. شوفوا تعليق اخر اش كيقول. سيسيوا كيقول علاش تيفرضوا عليها تسد البورطابل من صالح السلطه دير خدمتها واخا كتسجل باش ما يكونش حتى شي باطل لا من جهتها لا من جهه السلطه. لا صديقي، انا يعني احترم رايك، لكن التصوير بالقانون هو ممنوع تصوير الامن اثناء مزاولته لعمله. ثم هذا التصوير كيوقع فيه مونتاج، كيوقع فيه تحريف، كيوقع فيه تغيير. واخا تشوف عادي ان سلطه جات هزات هذوك الكلاب بسهوله، هي في التعليق ديالها تقول اعتدوا عليهم وكذا وشوفوا داروا فعلوا، وتشهير وتشويه للامن. انا كنهضر في هاد الحالات، من غير هاد الحالات شيء اخر. تقول لي باش ما يكونش الباطل، الامن كيكون عنده المصور ديالو ويصور الحالات ومن حقه. لكن باش يجي واحد من دوله اخرى، وكثروا دابا المشكله كثروا وبداو دائما كيستفزوا الامن المغربي على اساس ان حنا خصنا نمشيو ونحنيو ليهم الراس باش يقضيو الامور ديالهم كيف ما بغا. اولا واحد بالعاني. خصكم تعرفوا واحد القضيه هذه ديروها في بالكم، انهم ولاو دابا صناع المحتوى انهم كيعرفوا ان الشعب المغربي واحد الشعب اللي يتفاعل، اصبح يتفاعل كثيرا مع السوشيال ميديا. فهناك من كيجي ويحاول ما امكن يبين ما هو جميل في المغرب، ويتم المشاركه ديال الفيديوهات ديالو، بارطاج الفيديوهات ديالو بشكل كبير من المغاربه. وكاين اللي كيجي يدير كما قلنا احسن اشياء زوينه في المغرب، وكاين اللي كيجي يقلب على اشياء خايبه باش يكون عاوتاني التفاعل معاه ويكسب واحد الجمهور ديال الدول او لا واحد الجهه لا ما كتحملش المغرب. فبالتالي ضرب عصفورين بحجر، وهذا من دوك النوع. نكملوا مع تعليق اخر. حتى واحد ما قاري في السلطه. سي رشيد، انا لا ادافع عن السلطه، ولكن منين كيكون شي حاجه فيها ضد ولاد بلادي، لان انا اعتبرهم اليوم ولاد بلادي، رموز من رموز البلاد، فمن كيجي وحده تهضر معاهم بالانجليزيه هما ماشي مجبرين. راك شتوها كتهضر بالدارجه، ولكن رغم ذلك كتبغي تهضر بالانجليزيه كانها فوق من المغاربه. لا، شكون قال لك السلطه ما قارياش؟ قاريين وجاو كيطبقوا معها القانون. وما عرفتش علاش نهينوا بعضنا البعض، ما عرفتش علاش حنا المغاربه ما كان نعطيوش الحق لبعضياتنا. نمشيو لحاله ثانيه واللي حتى هي صارت ضجه كبيره، واللي هي ديال واحد. شوفوا الصوره بعدا كيف ما كتشوف هاد الصوره، فهنايا هاد اجنبي مع الزوجه ديالو في واحد الكرفان، واللي كان وقفهم واحد الدراكي، وكانت عنده في الصدر ديالو واحد الكاميرا صغيره، ولكن هاد الكاميرا ما فيها لا شاشه لا بوطونه، ما كتبانش البوطونه باش كيتصفى وهاد. ومشى كيصورهم على اساس انهم كياخذوا الرشوه، رغم انه في الفيديو ما بانت لا رشوه لا والو، ولكن هو اكثر من مناسبه ما خصهمش يوقفوه، كيمشي بسرعه كيدير مخالفات. ملي كيوقفوه كيكون كيصورهم على اساس انهم عندنا مخزن شايوي، وهذا الشيء اللي خاصو هو يفتح. الاستفزاز ديالو كان واضح من خلال انه ماشي اول مره، مخالفات كثيره خصوصا السرعه، وثاني حاجه انه خلى الكاميرا شاعله، و حتى الطريقه باش كان كيهضر وما الى ذلك. مع العلم ان الجندار المغربي فتعامل معامله عاديه، ما عندكش الحق تصورني، القانون المغربي كيقول هادشي، ما تصورش، لان ماشي كل من جا غيصور ويبدا يشوه ويقول كيف ما قلنا في التعليقات كيف ما بغى يقول. ديك الساعه كيكون دا الفيديو يقول فيه اللي بغى، والناس ما كتشوفش الحقيقه واللي كاين. فبالتالي انا هنا ادافع عن ابناء وطني وعلى مؤسسه من مؤسسات الوطن.
بيناتنا هضره، ولكن ملي كيكون واحد اخر انا وخويا على ولد عمي، انا ادافع عن خوتي المغاربه فين ما كانوا ظالمين او مظلومين. وانا ارى هنايا بانه تم الاعتداء على حق من حقوقهم، هي العمل ديالو في اطار قانوني يحمي الخصوصيه ديالو. تبغي انت دابا تكون مثلا كدير شي عمل كيف ما بغى يكون، وواحد اخر كيصور فيك وفيديوهاتك تجوب العالم بغض النظر على المكانه ديال الامن في المجتمع. كنظن حتى واحد ما يبغي الخصوصيه ديالو تمشي، وخصوصا الا كانت غيكون عليها تعليقات اللي هي سلبيه وكتمس بسمعه بلد باكمله. هادشي ما كان بخصوص هاد الاجانب. بغيت نشوف رايكم كذلك، اراء كلها تحترم ديال خوتي المغاربه. وغادي نمشيو لخبر اخر واللي غادي نهضروا فيه على موريتانيا و يعني الكنوز اللي عطاها الله وتخليها تخلص من التبعيه او من القيود والضغوط ديال النظام الجزائري. بفضل الاكتشافات الغازيه موريتانيا تتحرر اخيرا من طوق الابتزاز الجزائري. فكما كتعرفوا فاليوم موريتانيا لقات اكتشافات كبيره من الغاز الطبيعي. من اين ستمر بهذا الغاز او فين غادي تصرفه؟ اكيد عند دول افريقيا وفي مقدمتها المغرب، ثم الى اوروبا. فاحسن واسلك طريق الى اوروبا هي عبر المغرب. كاين اللي يقول لي لا تقدر دير واحد الانبوب من الجزائر وطلع عبر الصحراء من موريتانيا عبر الصحراء في الجزائر والصحراء الشرقيه المحتله الى شمال الجزائر ثم تصرفه الى اوروبا. اولا هناك مسافه طويله، ثانيا تضاريس صعبه، ثالثا مخاطر امنيه كبيره. بالنسبه عن طريق المغرب غيكون الامن، غادي تكون المسافه اقصر، وغادي يكون ايضا واحد الشريك استراتيجي موثوق، ما غيجيش واحد النهار ويهددهم ويقطع عليهم الغاز كما دار الجزائر مع اسبانيا. اذا متابعينا الكرام بهذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. شكرا كل واحد كيدعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه، صفحه الفيسبوك او نشركم مبروكه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.